عليكم البنات، كي دايرين؟ لبس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الوصفه اللي غادي تكون اقتصاديه بمقادير اللي متوفرين في كل دار. تجي الصراحه زوينه، غادي نعطيكم الاسرار باش تنجح معكم. فتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو البنات من طبيعه الحال تبارطاجيوه في الانستغرام، في الواتساب، في الميسنجر، تصيفطوا لجميع حبابكم باش تزيدوا تشجعوني هكا البنات. نزيد نحط لكم المزيد من هذه الوصفات والمزيد من هذه الاقتراحات. ما تنساوش تزوروني على الصفحه اللي على الفيسبوك اللي هي شيوات مريم، والانستغرام اللي هو العبار مريم. الانستغرام البنات راه هو نفس الاسم نتاع القناه. دابا ندز طريقه التحضير والمقادير مع بعضيات. فبالنسبه للمقادير البنات غادي يكونوا ساهلين واقتصاديين كيف ما قالوا لي بعض البنات في التعليق، بغاو شي حاجه اللي اقتصاديه وتكون زوينه في نفس الوقت. بالنسبه لهاد الوصفه البنات راه اقتصاديه حتى للحد، غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. فغادي نحتاجوا اول حاجه 500 غرام تاع السميده الرقيقه نتاع الحلويات، تنضيفوا عليها شويه نتاع الملحه اولا الملحه تتبقى على حسب الذوق. تنضيفوا معلقه كبيره نتاع السكر سنيده، معلقه صغيره نتاع الخميره فوريه، وإلا كانت الخميره المعجونه البنات غادي ديروا نص معلقه. كيس نتاع الخميره نتاع الحلويات من وزن 7 غرامات. صافي نخلطوا هاد النواشف كاملين مع السميده الرقيقه حتى تيتلبسوا الحبيبات كاملين بهذوك المكونات البنات. عاد نضيفوا كاس نتاع الزيت. بالنسبه للكاس نتاع الزيت غادي يكون تاع العنبه اللي هو 100 مليلتر اللي تيهز. فغادي نديرو يا اما تاع زيت الزيتون كامله اولا كاس نتاع الزيت النباتيه كامله اولا نص كاس زيت نباتيه ونص كاس زيت الزيتون. المهم اللي متوفر عندكم البنات ديروه. صافي تنلبسوا. بالنسبه للسيره البنات باش تجيكم هاد الحريشه زوينه وتجي مرمله، فهو في الخدمه نتاعها فاش تتبقى غادي ناخذوا هذيك الزويته وتلبسوا دوك الحبيبات نتاع السميده كاملين البنات بالزيت حتى تيتلبسوا كلهم. من بعد نجيب الماء، ما تيكونش بارد وما تيكونش سخون البنات، تيكون دافي واحد شويه باش ما تعصدش لينا السميده نتاعتنا وتطلق الطحين. من بعد تنضيف الكاس الاول كيف ما تيبان لكم، ما تندلكهاش غير تنخلط بشويه. تنعاود نضيف الكاس الثاني وتنخلط غير بشويه البنات. ما تنبداش نعجن. الا عجنتوها راه غادي تطلق لكم البنات الطحين تاعها. صافي تنشوف الا هي كفاوها هذوك جوج كيسان تنوقف، ما كفاوهاش راه تنضيف الكاس الثالث. ودائما كيف ما قلت لكم تنخلط بشويه، ما تندلكش باش ما تطلقش ليا السميده الطحين تاعها وتجيني تجي مدقسه البنات، ما تجيش زوينه. الا تبعتوا الطريقه غادي تجيكم الحريشه نتاعكم مرمله زوينه وناجحه. صافي تنخليها جانبا تقريبا واحد 15 دقيقه. هي في الاول راه تتكون جاريه ولكن ما تخلعوش منها البنات، غير خليوها راه تتشرب. ومن الافضل تكون جاريه باش تبقى حتى تتشرب وتجي زوينه. منين تطيب تجي خفيفه ما تجيش مدقسه وثقيله. صافي تنجيب شويه نتاع السميده تنديرو في واحد الزليفه وتندير كويرات يكونوا متساويين. تنجيب المول اللي محفور من الوسط باش هكا يبقى ليا فين ندير الحشوه، وتندهن هذوك المولات بالزيت مزيان من الجوانب والوسط. تندوز الحريشات نتاوعي في السميده وتنحطهم في المول نتاعي، ترشهم بالسميده الرقيقه من الفوق وتنبدا تنطرقهم باش ياخذوا لي الشكل نتاع المول وتيجيو مقادين على داك المول البنات، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. صافي تناخذهم تندخلهم للفران. بالنسبه للفران الغاز راه تنشعل الفران حتى تيسخن مزيان. تندخلهم تنمهل عليهم العافيه واحد شويه وتنشعل عليهم من التحت حتى تطيبوا وتحمروا عاد باش تنشعل الفران من الفوق. من بعد بالنسبه للحشوه راه غتكون ساهله باللي متوفر عندنا في الدار. غادي نحتاجوا لواحد المقيله تنديروا فيها بصله مشلضه رقيقه، شويه نتاع الزيت، جوج ضريسات نتاع الثومه محكوكين،
تنخلي هذيك البصله تتشحر مع الزويته وديك الثومه حتى تتشحر مزيان. من بعد تنضيف عليها الفلفله خضراء، الا عندكم الفلفل الالوان البنات ضيفوهم، ما عندكمش غادي تكتفيو غير بالفلفله خضراء كيف ما درت انايا، فلفله وحده قطعتها. تنضيف الملحه باش تهبط ليا هذيك البصله ما تبقاش مكنزه. من بعد تنجيب صدر الدجاج، تنقطعو طريفات صغار. تيبقى على صدر الدجاجه البنات على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، تقريبا واحد 150 غرام حتى ل 200 غرام. تنقطعو رقيق وتنضيفو على هذيك البصله والفلفله. وتنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل تنحتاجو الملحه، شويه نتاع الخرقوم، شويه نتاع سكينجبير، وشويه نتاع البزار. عندكم الثوم بودره البنات غادي تضيفوا واحد شويه نتاع الثوم بودر. صافي تنشحر مزيان هذيك الحشوه حتى تتشحر. تنغطي عليها تنخليها حتى تشرب هذاك المرق نتاعها، حنتي لا غطينا عليها تطلق المرق. تنخليها حتى تشرب وتتعقد مزيان وتنطفي عليها العافيه. بغيتو تضيفوا فيها البنات واحد جوج فرماجات مثلتين ضيفوهم، انا اكتفيت بالحشوه هكا. بغيتو تضيفوا فيها شويه نتاع الزعتر اولا شويه نتاع المعدنوس مقطع رقيق ضيفوه. صافي من بعد تنخرج الحريشات نتاوعي من الفران. تيجيو على هذا الشكل هذا منين تيتحمروا. منين تيطيبوا البنات من الفوق من التحت كيف ما قلت لكم تنشعلوا لهم من الفوق. بغيتو تخليوهم حتى يوقفوا في الفران وتحيدوهم من المولات وتحطوهم في الطاوه وتعاودوا تردوهم من الفران يتحمروا على خاطرهم، ديروا لهم هذه الطريقه. ما بغيتوش راه تخليوهم في المولات حتى تطيبوا. هما راه دغيا تطيبوا البنات وتياخذوا اللون. حنت فيهم ديك معلقه نتاع السكر سنيده. من بعد صافي تنجيب هذيك الحشوه وتنحطها في الوسط نتاع الحريشات نتاوعي. صراحه تيجيو زوينين البنات هكا. ممكن ديروهم للعشاء اولا ممكن تخليوهم تحتفظوا بهم الفطور تاع رمضان. تيجيو زوينين اقتصاديين وساهلين دغيا تيوجدوا. ولا تبغيو المزيد من هاد الاقتراحات البنات خليو لي في التعاليق لتحت. بالنسبه للتزيين تنزينهم بشويه نتاع الفرماج حمر محكوك مع شويه تاع الموتزاريلا هكا باش يدخل الفران. منين تيدخل الفران تنشعل عليه تيذوبوا اولا تندخلهم الفران غير سخون تيذوب عليهم داك الفرماج وتيتعلك وما تيخليش هذيك الحشوه تبقى تطيح لينا. بغيتو تضيفوا عليهم شويه نتاع الزيتون اولا زيتونه خضراء من الفوق هكا تزينوا بها زينوا بها اولا الزيتون كحل. تيبقى لكم نتوما الاختيار البنات. انا اكتفيت بهم هكا. صراحه تيجيو زوينين. تنتمنى تجربوهم وتصيفطوا لي التطبيقات نتاعكم على الانستغرام اللي هو العبار مريم اولا الصفحه على الفيسبوك. وبصحه وراحه البنات.